يا جماعة، السوشيال ميديا متلوبة وخبر صادم شغل كل الناس. خبيرة التجميل شيماء سعيد زوجة مطرب المهرجانات الشعبي إسماعيل الليثي طلعت في بث مباشر عبر حسابها على تيك توك وهي في حالة انهيار شديد لتكشف عن تعرضها للضرب وسرقة ممتلكاتها. إيه اللي حصل بالظبط؟ وإيه تفاصيل الأزمة دي؟ خليكم معانا عشان نعرف كل اللي اتقال ونشوف رد فعل الناس. حالة من الجدل الكبيرة أثارتها خبيرة التجميل شيماء سعيد زوجة مطرب المهرجانات الشعبي إسماعيل الليثي. شيماء طلعت في بث مباشر على حسابها على تيك توك وهي في حالة انهيار شديد عشان تكشف عن تعرضها للضرب وسرقة ممتلكاتها. وقالت شيماء في الفيديو بحالة صعبة جداً: صحيت من النوم لقيته اختفى ومعاه بناتي وسارق ذهبي وفلوسي ومفتاح عربيتي. أنا مستحملة من 10 سنين وبيكلم بنات عليا، عايزة حد يلحقني. الواقعة دي أثارت تعاطف عدد كبير جداً من المتابعين على كل منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد ما ناس كتير تداولت تفاصيل الأزمة وتاريخ العلاقة بين شيماء وإسماعيل الليثي. شيماء سعيد طلعت في بث مباشر على حسابها على تيك توك وهي في حالة انهيار شديد عشان تكشف عن تعرضها للضرب وسرقة ممتلكاتها. وقالت شيماء في الفيديو بحالة صعبة جداً: صحيت من النوم لقيته اختفى ومعاه بناتي وسارق ذهبي وفلوسي ومفتاح عربيتي. أنا مستحملة من 10 سنين وبيكلم بنات عليا، عايزة حد يلحقني. الواقعة دي أثارت تعاطف عدد كبير جداً من المتابعين على كل منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد ما ناس كتير تداولت تفاصيل الأزمة وتاريخ العلاقة بين شيماء وإسماعيل الليثي. شيماء سعيد كانت ظهرت قبل كده في كذا لقاء إعلامي مع جوزها إسماعيل الليثي، زي ظهورهم المشترك على شاشة قناة الشمس وقدموا سوا أغنية في يوم وليلة. وكمان شاركت شيماء في فيديو كليب إسماعيل الليثي الأخير أنتي الغزالة اللي نزل في شهر إبريل اللي فات. يذكر إن شيماء هي والدة الطفل رضا اللي كان معروف بلقب ضاضة. الطفل ده توفى بشكل مأساوي في شهر سبتمبر اللي فات بعد ما وقع من شرفة البيت في الدور العاشر، ودي كانت واقعة نعاها إسماعيل الليثي وقتها عبر حسابه الرسمي وقال: ابني وابن عمري في ذمة الله. إسماعيل الليثي من مواليد سنة 1989 في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبدأ مشواره الغنائي في الأفراح الشعبية وحقق شهرة كبيرة من خلال أغاني كتير أبرزها جدو نحنوح وأمان يا صاحبي وعنتر وبيسة. إيه رأيكم في اللي حصل لشيماء سعيد؟ وهل تفتكروا السوشيال ميديا ممكن تساعدها؟ شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. هل كنتوا تعرفوا قصة شيماء وإسماعيل الليثي قبل كده؟ سيبولنا تعليقاتكم تحت. وبكده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا لأزمة شيماء سعيد وإسماعيل الليثي اللي أشعلت منصات التواصل. نتمنى لشيماء كل الأمان وربنا يرجع لها بناتهم بالسلامة. لو الفيديو ده عجبكم وحسيتوا إنه مهم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عن أخبار المشاهير وقضايا المجتمع أول بأول. لو الفيديو ده عجبكم وحسيتوا إنه مهم، اعملوا له شير عشان المعلومة توصل لأكبر عدد ونجمع لشيماء كل الدعم اللي تستحقه. شوفوا فيديوهاتنا التانية اللي هتلاقوها على الشاشة دلوقتي، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.